Hallo liebe Schüler, wie geht's euch؟ معاكم هير أحمد ثابت. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نصحح مع بعض واجب محاضرة 5. يلا كده بسم الله نبدأ مع بعض. هنحل على إيه النهاردة واجبات؟ هنحل النهاردة واجب على دي فراجة فورتر. فراجة فورتر أدوات الإيه؟ الاستفهام. تعالى نبدأ كده مع بعض نفتكر أسامي أدوات الاستفهام. كنا بنقول فو، أين، ووهير، من أين، was ماذا، وير من للعاقل، في ما أو كيف. طيب تعالى نبدأ كده بأول سؤال بيقول إيه؟ heißt du بيترا؟ يبقى أنا عايز أسألك ما اسمك أنت؟ قلت لي بيترا. ما للاسم اسمها إيه؟ في heißt. يبقى الحل لتر سي في heißt du. رقم 2 بيست دو. بيست يعني تكون، ودو يعني أنت. قال له أحمد، يبقى أنا عايز أسأله من تكون أنت؟ من للعاقل؟ مين من؟ فير. يبقى الحل لتر بي فير بيست دو. نمر 3 رقم 3 فونست دو. قال له إن كايرو. حطها قاعدة، طالما الإجابة إن يعني في، يبقى كده السؤال من إيه؟ من أين؟ او سوري انا اسف، ما دام قال لي في القاهره يبقى انا عايز اقول له اين ايه؟ اين تسكن؟ اين يعني فو، يبقى هقول فونست دو. اين تسكن انت؟ ان كايرو. لكن لو عكس وقال اوس دويتشلاند يعني من المانيا، يبقى انا كده بسالك من اين تاتي انت؟ عشان انت قلت لي من المانيا. من اين؟ ووهير كومست دو. يبقى فونست دو أين تسكن أنت؟ ووهير كومست دو من أين تأتي أنت؟ فو إجابتها إن، ووهير إجابتها أوس. كوستت داس هاندي؟ قال له 300 يورو. كم يتكلف الهاتف؟ قال له يتكلف 300 يورو. طيب كم يتكلف اسمها ايه؟ اسمها فاس كوستت. فاس كوستت يعني كم ايه؟ كم التكلفة. نمر 6 بيست دو. قال له زي 16 يارة الت، 16 سنة. يبقى أنا عايز أقول له ما العمر؟ ما عمرك؟ 16 سنة. ما العمر؟ في الت. في الت بيست دو. في الت بيست دو. نمر 7 أورانجن مشتن زي. قال له دراي أورانجن. دراي أورانجن يعني 3 برتقانات. طيب أورانجن ده شيء يعد، ما دام الشيء يعد يبقى اسال كم عدد البرتقانات؟ كم عدد؟ في فيله. كم عدد؟ في فيله. لكن رقم 8 رايس يعني ارز. كم كميه الرز اللي انت عايزها؟ طب الرز لا يعد، هقول في فيل. يبقى في فيل كم للكميه، وفي فيله كم للعدد. اشتوديرت علي؟ قال له دويتش يعني يدرس علي ألماني. طب الألماني ده شيء غير إيه؟ غير عاقل. للإجابة أو للسؤال عن شيء غير عاقل بسأل بكلمة was اشتوديرت علي؟ ماذا يدرس علي؟ رقم 10 فونست دو تسكن أنت؟ قال له إن كايرو في القاهرة. اتفقنا إن بتساوي هنا فو، يعني فو أين. اشتوديرت علي. قال له اشتوديرت سوري دويتش. رد قال علي. قارن كده ما بين سؤال 9 وسؤال رقم 11. في 9 كنت بقول ماذا يدرس علي؟ الألماني، فخدنا فاس. لكن في 11 بيقول مين اللي بيدرس ألماني؟ رد قال له علي. فعلي ده اسم عاقل، يبقى أنا بسأل من للعاقل اللي هي فير اشتوديرت دويتش. مين بيدرس ألماني؟ قال له علي. هايسن زي فيليكس. ما اسم حضرتك؟ ما للاسم في هايست. 13 زند زي تكون حضرتك؟ قال له اوس الاقصر. من الاقصر. طب ما دام من بلد يبقى انا بسال من اين؟ من اين؟ ووهير زند زي من اين تكون حضرتك؟ زند زي تكوني حضرتك؟ قالت له كورينا. كورينا ده اسم عاقل، يبقى انا بسال من تكوني حضرتك؟ من للعاقل اسمها ايه؟ فير زند زي. ist das؟ قال له das ist mein Freund طارق. هذا صاحبي طارق. يبقى انا بسألك من هذا للعاقل اللي هي letter B wer ist das؟ das ist mein Freund طارق. هذا صاحبي طارق. رقم 16 sprichst du؟ قال له انجلش. طب انجلش ده اسم لغة يعني شيء غير ايه؟
غير عاقل. يبقى السؤال ماذا تدرس أنت؟ انجلش، يبقى was studierst du. رقم 17 bist du، قال له مارك، يبقى من أنت؟ أنا مارك، اسم عاقل، تبقى wer bist du. 18 ده سؤال الحال، geht's Ihnen، حال حضرتك؟ قال له دانكه جوت، شكرا، بخير. يبقى انا عايز اساله كيف حال حضرتك؟ كيف الحال؟ wie geht's. ممكن اقول wie geht's dir، كيف حالك؟ ممكن اقول wie geht's Ihnen، كيف حال حضرتك. رقم 19 bist du، قال له ich bin sich 10 Jahre alt، sich 10 Jahre alt يعني 16 سنة. يبقى أنا بسألك عن العمر، ما العمر؟ wie alt bist du. 20 wohnt ihr، تسكنوا أنتم؟ قال له in شبرا، يبقى أين تسكنوا أنتم، وأين يعني wo. رقم 21 geht's dir، كيف حالك؟ قال له super، super يعني رائع. يبقى انا هسألك كيف الحال، لسه قايلين wie geht's dir. Übung 2 تدريب رقم 2 ergänzen Sie، حضرتك هتكمل الفراغات بالادوات اللي قدامك wie، woher، wer، was، wo. كيف، من اين، من، ماذا، اين. على حسب الإجابة ابدأ حدد شكل الاستفهام. أول سؤال ist das، قال له das ist mein Freund، هذا صديقي. طب ده شخص عاقل، يبقى أنا بسأل wer ist das، من يكون هذا. نمرة 2 kommst du، تأتي أنت. بص الإجابة aus Österreich، من النمسا. يبقى أنا بسألك من أين تأتي أنت، من أين woher kommst du، woher kommst du. طيب نمرة 3 bist du، تكون أنت. قال له ich bin Dirk، Dirk ده اسم شخص. يبقى أنا بسألك من تكون أنت، من أنت، من للعاقل، ها wer. نمرة 4 رقم 4 kommt بترا، تأتي بترا. قال له aus Frankreich، من فرنسا، من بلد. يبقى من أين تأتي بترا، من أين woher kommt بيتر أو بترا. رقم 5 sprichst du، قال له ich spreche ein bisschen Deutsch، أنا بتكلم نوعا ما ألماني. يبقى أنا بسألك عن شيء غير عاقل، ماذا تتحدث؟ ماذا الغير العاقل؟ اسمها ها was. رقم 6 kommt أنطون، يأتي أنطون. قال له aus مünchen، من مدينة ميونخ. يبقى السؤال من أين يأتي أنطون؟ من ميونخ. من أين woher kommt أنطون. رقم 7 ist dein Name، ما يكون اسمك؟ قال له بيترا ميلر، أو mein Name ist محمد، اسمي محمد. يبقى أنا بسألك ما للاسم، ما للاسم wie heißt du أو wie ist dein Name. يبقى أنا هنا أقول ما يكون اسمك wie ist dein Name. نفس الكلام wie heißt du، يعني ما ايه؟ ما اسمك. رقم 9 spricht مونيكا، تتحدث مونيكا. قال له فرانسوزيش، اللغة الفرنسية. يبقى ماذا تتحدث، وتبقى ها was. رقم 10 sind Sie، تكون حضرتك. رد قال له هير علي. يبقى السؤال عن شخص عاقل، من تكون حضرتك؟ من للعاقل بالظبط wer sind Sie. نفس الكلمة sind Sie، بس بدل ما يقول لي أستاذ علي قال لي aus Österreich، من النمسا. يبقى بدل ما كنت بقول لك من تكون حضرتك، بقيت بقول من أين تكون حضرتك. من أين بدل wer تبقى woher. ist ihr Name؟ قال له مولر، ما اسمك؟ مولر، ما للاسم wie heißt wie ist ihr Name، ما اسم حضرتك. wohnst du، تسكن أنت. بص الإجابة in كايرو. بص الإجابة تاني in دقي. مادام في القاهرة في الدقي يبقى أين؟ أين يعني wo. أول سؤال wo wohnst du، أين تسكن أنت. تاني سؤال wo leben Sie، أين تعيش حضرتك. رقم 15 bist du، قال له بيترا، من تكوني؟ أنا بيترا. من للعاقل ها wer.
زند زي تكوني حضرتك أو حضرتك. قال له إيش بين باتريك، باتريك اسم، يبقى من تكون حضرتك. ها فير زند زي. 17 فونس دو إن كايرو، يبقى أين تسكن في القاهرة. أين ها فو فونست دو. 18 sprechen Sie، قال له Deutsch und English، ألماني وإنجليزي، يبقى ماذا تتحدث وماذا يعني was. kommt dein Vater، dein Vater يعني your father والدك. kommt يأتي، جيت انت قلت لي aus أسوان، من أسوان، يبقى السؤال من أين يأتي باباك. من أين ها woher، من أين woher. آخر سؤال ist dein Name، قال له إيه علي، يبقى ما هو اسمك، ما للاسم. ها wie ist dein Name، mein Name ist علي. وبكده نكون خلصنا مع بعض واجب أدوات الاستفهام، وإن شاء الله إن شاء الله المحاضرة الجاية أو الواجب الجاي نحله مع بعض برضو من خلال الفيديوهات دي. عايزك تتابعني على القناة بتاعتنا على اليوتيوب اسمها طلاب هير أحمد ثابت. وإن شاء الله إن شاء الله كل جديد هينزل قريب. أشوفكم على خير إن شاء الله، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.